انا عايز اقول بس ان القضايا اللي سببها توقف قيد نادي الزمالك هي قضايا جوميز ومساعدين. اتنين مساعدين. وبعدين دول الثلاث يا قضايا. مهيب يعني شيك يوصل ده لهم مبلغ قليل استاذ قوي. ممدوح عباس، شيك كده يا يوصل مهيب. لهم دلوقتي والموضوع يتحل. او اللعيبة المحبين اللعيبة بلاش في ممدوح معسكر. عباس، المحبين لنادي الزمالك لو- بلاش موضوع كده يا جماعه، لو بقى سمحت. دمه تقيل. اتفضل. على فكره اللعيبه في معسكر عيب. مش هتسمع الكلام اللي احنا بنقوله. اللعيبه مركزه في ماتش ومركزه في معسكر ومركزه في ماتش بيراميدز. احنا دلوقتي بنتكلم على ماتش في بطوله. اللعيبه ولا في دماغها الكلام لا ده لا كله. لا، في دماغها، في دماغها. صدقني يا مهيب، السوشيال ميديا ده السوشيال ميديا ده زي الموبايل ما تقول. بيفرقش ايد اللعيبه 24 ساعه. الكلام ده عشان الناس اللي عايزه توقع نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك في البطوله دي مركز، عايز يسعد جماهيره، يهمه جدا ان هو يكسب مين بيراميدز. يوقع يا كابتن؟ دي قرارات فيفا يا كابتن، بلاش نظريه هو المؤامره. انا دي قرارات يا فيفا. مهيب، هو انت انا ما سددتش هو يا انا كابتن. كلاعب كوره يا مهيب دلوقتي هتكلم في مستحقات وانا داخل على ماتش بطوله يا مهيب. فيفا هي اللي بعتلك اليوم الاثنين، هي بتقول لك انت عندك ايقاف لانك انا ما دفعتش. بتكلم على ماتش بطوله. انا داخل دلوقتي على ماتش بعد بكره مع بيراميدز. دلوقتي بفكر في مستحقات ولا بفكر ان انا اكسب عشان تيجي لي الخير ويجي لي المستحقات ويجي لي كل الكلام ده لا كله. لا لا، هو قصده حاجه ان مجلس الاداره بالظبط هو الوحيد اللي يقدر يحل. خلي بالك، عايز اقول لك حاجه. احنا احنا كنا بنقول ان مجلس الاداره اللي فات كان الغرامات كلها، انت غرامتك دي مجلس اداره الحالي قليله جدا بتاع ومش كتير، 120,000 دولار او 100 حاجه كده. انت فاهمنا يا كابتن؟ لكن هو الفيفا ما حدش مثلا راح اشتكى نادي الزمالك عشان يوقف القيد، لا ده مستحقات ناس. يا جماعه ارجوكم لو سمحتوا بعد اذنكم، يا تجيبوا مدير فني تدفعوا له فلوسه يا ما تجيبوهوش. ما عندك كابتن محمد صلاح، كابتن خالد جلال، على قدك امشي على قدك، مش عيب. الاهلي بيجيب مدير فني ب9 مليون وبيديله فلوسه. النادي الاهلي حصل مشكله مع راجل كولر وخد مستحقاته، حتى لو هي مستحقات سنه. أنا على الفلوس ما شاء الله الله اكبر، فبيجيب ويمشي، هو حر. انا مش عايز، انا مش عايز. لكن انت ما تجيبليش مدير فني وما تديلوش فلوسه ويروح يشتكيك. الله يا فرحتي. وبتدور دلوقتي سيادتك تجيب مدير فني اجنبي وبادجت اعلى يخش في 90 100. يا عم سدد القديم، يا عم خلي احمد عبد الرؤوف لنهايه الموسم، خلي خالد جلال، خلي محمد صلاح، خلي اي حد. لكن ان انت تجيب ناس انت مش قد فلوسها ما تجيبهمش. انت عامل اعلى سكواد في مصر السنه دي 7 مليون و2 و200 الف او حاجه زي كده، اكتر من الاهلي. فمنين؟ وبتشتكي من ضائقه ماديه. يعني دي كاميرا خفيه دي ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. يعني في حاجه غلط انا مش فاهمها. فلوس دي اصلا بتروح فين؟ تيجي منين؟ مين المسؤول عنها؟ مين مسؤول ان هو يجيب اللعيبه دي؟ مين مسؤول ان هي تمشي؟ مين اللي بيقول ان هي تصلح؟ مين بيقول ان هي مش هتصلح؟ ايه ده؟ لا يوجد ضبط وربط يا جماعه. فين الضبط والربط؟ فين المكتب التنفيذي؟ فين الاداره؟ فين السيستم؟ فين النظام؟ فين مجلس الاداره اللي ايد واحده؟ كلهم مختلفين معظمهم. فارجوكم بعد اذنكم حافظوا على اسم نادي الزمالك. خلاص انتوا كلكم ناس افاضل، ناس محترمين، ناس رجال اعمال فوق دماغنا. في اكتر من كده؟ ناس بعيدا عن اي ما شاء الله شبهات، ناس زي الفل برلنت، كل واحد فيكم زي الجنيه الذهب. لكن سيادتك مطالب ان انت تحافظ على اسم نادي الزمالك بعد اذنك. ما انت جاي ليه؟ امال كنت بتعمل هنا برنامج انتخابي ليه؟ كنت عمال تقول انا اول حاجه في البرنامج الانتخابي سيادتك كلكم هجدد لزيزو. ما حصلش. دي اول حاجه، كان ورقه كارت بيتقال في مجلس الاداره هجدد لزيزو. ما حصلش. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع تاني لنادي الزمالك ما حصلش، ومشكله واتسحبت الارض. ايه اللي حصل في نادي الزمالك؟ اللي يجي هل على قدر ومسؤوليه نادي الزمالك؟ انتم تعلمون جيدا ما هي ظروف نادي الزمالك وحاله نادي الزمالك. يعني انتوا كنتوا مقسمين 16 ملف على بعض. ايه النجاحات؟ ايه اللي بيشوفوا؟ خلاص انا بكلمك ليه كده؟ انا لاول مره بتكلم كده لان جوميز ده مسؤوليتك. صحيح. خلي بالكم اللعيبه خدت فلوس الاسبوع اللي فات، دي بتاعت السنه اللي فاتت.
لحد دلوقتي اللعيبه ما خدتش فلوس. مسؤوليه مين؟ مين اللي بيدير؟ يعني انا، يعني حضرتك ما بتتضايقش لما امسك النادي الاهلي وملف اداره النادي الاهلي كلها نظام حضرتك، سيستم، كل واحد عارف هو بيعمل ايه. فين بقى؟ فين ده؟ انتوا يعني قايمه واحده، يعني ايد واحده. ماذا يحدث؟ اعملوا جلسه للم الشمل. في جوه حاجات مش تمام. مش تمام ايه؟ يعني في ناس ما بيتكلمش ناس. اقعدوا مع بعض، اتعاهدوا على حب نادي الزمالك. انا اسف يا كابتن.